القصة اللي هحكي لك عليها دي مش خيال علمي ولا مسلسل، دي حكاية اتوثقت في مطارات أوروبا وفي بلاد آسيا وتحديدا في اليابان سنة 1954. شخص غريب دخل مطار هانيدا في طوكيو وباسبوره في إيده وداخل على الكاونتر، والموظف بياخد الباسبور وبيبص فيه ويسأله حضرتك منين؟ والراجل يرد بكل ثقة أنا من تورد. الموظف يقول له تورد؟ البلد دي مش موجودة على الخريطة ولا في الأمم المتحدة ولا حتى في جوجل، لكن المفاجأة كانت إن الباسبور شكله رسمي مختوم وفيه تأشيرات من بلاد تانية زي فرنسا وأسبانيا وألمانيا، وكلهم مختومين بنفس اسم الدولة تورد. طبعا الموظف الياباني احتار ونده الأمن واحتجزوا الشخص ده في غرفة داخل المطار وبدأوا يحققوا معاه. الراجل كان بيتكلم بطلاقة وكان معاه أوراق بنكية، شيكات ومستندات رسمية من دولة تورد، حتى الخريطة اللي كانت معاه كانت بتوضح مكان الدولة في وسط أوروبا وبالتحديد بين فرنسا وأسبانيا. لكن لما جابوا خريطة العالم قدامه وقالوا له ورينا مكان بلدك، الراجل اتوتر وسكت شوية وبعدين قال لهم واضح ان حصل خطأ، المفروض ان مكاني هنا، وشاور على منطقة اسمها أندورا، وأندورا دي فعلا موجودة ما بين فرنسا وأسبانيا. لكن لما قالوا له أندورا موجودة وتورد مش موجودة، الراجل دخل في حالة هستيرية وبدأ يصر ان بلده موجودة. الشرطة على طول حبسته في غرفة تحت الحراسة وحطوا عليه 2 من الحراس وقالوا هنشوف حكايته بكرة. لكن تاني يوم الراجل اختفى تماما. لكن الغريب ان الراجل ولا كسر باب ولا نط من الشباك ولا في اي اثر لكسر او مقاومه، وهدومه كانت على السرير لكن الباسبور اختفى. الشرطه اليابانيه وقتها اعلنت ان الراجل ده اختفى في ظروف غامضه والملف اتقفل. من هنا بقى بدات الناس تسال هل الراجل ده كان مجنون ولا مسافر عبر الزمن او ممكن يكون من عالم موازي. في نظريه بتقول ان في اكوان موازيه وفيها دول مش موجوده عندنا، ونظريه تانية بتقول ان كل 70 سنه بيظهر ناس من اكوان تانية بالغلط وبيرجعوا تاني، وفي ناس تانية قالت ان الراجل ده كان جاسوس وان حكايه الدوله الوهميه دي كانت غطاء، ولحد النهارده محدش قدر يفسر سبب اختفائه ولا يلاقي اي اثر ليه. السؤال بقى اللي مش لاقيين له اجابه، هل فعلا في دول تانية وناس عايشين فيها وما يعرفوش ان العالم نسيهم، ولا في عوالم تانية واحنا احيانا بنفتح ابواب بالغلط؟ اكتب لي رايك في الكومنتات، ولو بتحب القصص الغامضه والمثيره ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك.